مش عارفة ازاي بعد كل الكم ده من الكيكات اللي احنا حضرناها مع بعض، الا ان انا ازاي ما شاركتكوش وصفة كيكة الزبادي اللي انا دايما بعتمدها. طعمها غني جدا وكيك دنس كده وغني وطعمه تحفة. النهاردة هنحضره مع بعض بكل سهولة وبيطلع ناجح في كل مرة. وهنا انا كنت مضاعفه المقدار اللي انا بستخدمه. لو هتعملوا كيكه صغيره تقدروا ان انتوا تنصصوا المقادير اللي انا استخدمتها. هنا انا استخدمت 4 بيضات، تقدروا تستخدموا بيضتين. وطبعا للبيضتين بستخدم عليهم كوبايه الا ربع من السكر، وده بيكون مقدار مظبوط جدا. ولكن لو حابين ان الكيك بتاعكم يكون سكره اعلى من كده تقدروا تضيفوا لغايه كوبايه. لكن بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتيره قوي دقيتها عندي، لكن الكوبايه الا ربع بتكون مظبوطه جدا. بعد كده بضيف عليهم ربع كوبايه او تلت كوبايه من الزيت، وببتدي ان انا اضربهم مع بعض كويس جدا. والكيك ده انا جربته في الخلاط وفي الكبه وفي الهاند بلندر وفي العجان وكله طلع تحفه. بعد كده بضيف عليهم كوبايه من الزبادي. ده كان كوبايه زبادي عاديه جدا من اللبان، تقدروا تستخدموا حتى الزبادي بتاع السوبر ماركت. لغايه ما بتاكد ان كل حبات السكر بتاعتي دابت. دي خطوه مهمه جدا يا جماعه، لازم السكر يكون دايب تماما. وبعد ما بتاكد ان المكونات بتاعتي كلها دابت كويس جدا، بضيف عليهم مكعب صغير جدا من الزبده. وده بيكون اختياري لكن بيفرق جدا في الطعم وفي القوام بتاع الكيك. بعد كده عندي المكونات الجافه، بضيف كوبايه من الدقيق وبضيف عليها معلقه من البيكنج باودر ورشه من الملح، وبقلبهم كويس جدا مع بعض. وهنا يفضل اننا ننخل المكونات بتاعتنا اكتر من مره، يعني على الاقل ننخلهم مره. لكن يا جماعه انا جربت ان انا نخلتهم هنا مرتين، كان قوام الكيك هش جدا وتحفه. بعد كده ببتدي ان انا اضيف عليهم المكونات السائله، وهنا لازم ان انا اقلب المكونات مع بعض كلها في اتجاه واحد، لان التقليب في اتجاه واحد بيحافظ على الهواء جوه الكيك، فبيطلع الكيك منتفخ وهش وبيبقى يكون تحفه جدا. بعد كده بضيف عليها ربع معلقه صغيره من الخل، وابتدي ان انا استمر في التقليب لغايه ما بوصل للقوام الكريمي ده. انا هنا لاحظت ان الكيك بتاعي تقيل شويه، محتاج معلقه من اللبن. ضفت عليه معلقه واحده بس. وده يعني لما غيرت نوع الدقيق اختلف، في مره احتجت ان انا اضيف معلقه اللبن ومره ما احتاجش ان انا اضيفه. فجربوا يا جماعه، شوفوا لغايه ما توصلوا للقوام ده. اذا احتجتوا معلقه اللبن تقدروا ان انتوا تضيفوها. طبعا بتكون في درجه حراره الغرفه، ما بتكونش ساقعه. وكل المكونات اللي انا استخدمتها بكون مطلعاها من التلاجة على الاقل قبل الاستخدام بساعه. بعد كده بكون مجهزه الفرن بتاعي وسخن على درجه حراره من 175، وابتدي ان انا ادخل الكيك بتاعي فيه. طبعا هنا انا صبيت الكيك بتاعي في قالب مدهون دهناه بالزبده والزيت، وابتدي ان انا ادخله في الفرن. طبعا يا جماعه بتاكد ان هو استوى وهو جوه الفرن. واهم حاجه لو القالب بالكيك بتاعنا مفرغ كده، الجزء اللي هو اللي من جوه ده اللي جنب اللي بيقسم الكيك ده اهم جزء، لان الكيك كله بيكون استوى لكن ده بيكون لسه ما استواش. جربوها يا جماعه وقولوا لي ايه رايكم. الكيك طعمه تحفه جدا خطير، يعني كل اللي داقوا عندي وكل الناس اللي عارفين اللي بيدوقوه عندي بيطلبوا مني ريسيبي. طعمه تحفه جدا وخطير. جربوها وقولوا لي ايه رايكم، واتمنى اللي يجربها يبعت لي رايه في الكومنتس ويقول لي على رايه فيها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى انكم تجربوا الكيك ده لانه هيعجبكم جدا يا جماعه، وهتعتمدوه في كل الكيكات بتاعتكم، وهيكون طعمه تحفه جدا. جربوه وقولوا لي ايه رايكم، وهستنى كمان الكومنتس بتاعتكم والتطبيقات بتاعتكم.